بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ضوء فيما يمكن تسميته بالمأساة المنسية. الأمر لا يتعلق فقط بالسيطرة العسكرية من قبل إثيوبيا على الإقليم الممتد ل500,000 كيلومتر مربع منذ العام 1954، وإنما بأوضاع 8 مليون نسمة يعيشون بلا خدمات ومرافق صحية أو تعليمية. يحدث ذلك رغم ما يضمه الإقليم من موارد طبيعية لم تستغل ولم يستفد منها أهالي الإقليم الذي يصنف إقليما خامسا حسب التقسيم الإداري الإثيوبي. وتحاول الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي أوغادين الاعتراف بحق تقرير المصير للإقليم والحصول على حقوقه المهدرة. وقد تأسست هذه الجبهة المعارضة للنظام الإثيوبي عام 1984 من أفراد كانوا منخرطين في جماعات سابقة لتحرير أوغادين، وتعتبر امتدادا لجبهة تحرير الصومال الغربي التي تشكلت عام 1960، ولكنها انتهت بعد هزيمتها عام 1978 في الحرب لعام 77 والسياسي للصومال الغربي. معنا اليوم من حلقة مباشر مع السيد إبراهيم محمد حسين، والسيد حسين من مواليد أوغادين العام 1965، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من المدينة المنورة، حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأمريكية المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رئيس الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي أوغادين منذ العام 2006. ولمشاهدينا الراغبين في المشاركة نرحب باتصالاتكم عبر هاتف البرنامج وأيضا عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف المحمول. سيد حسين، أهلا بك معنا في هذه الحلقة، ونبدأ من حيث كانت أوغادين طبقا للتعبير مأساة منسية عادت إلى الأضواء. كيف عادت إلى الأضواء وكيف أثر هذا الضوء عليكم وعلى الوضع في أوغادين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر الإخوة القائمين قناة الجزيرة، أشكرهم على ما قدموا ويقدمونه للقضايا ولقضايا الأمة سواء كانت في إفريقيا وفي العالم العربي، وشكرا. ثم بالنسبة لقضية أوغادين التي ذكرتم شيء من تعريفها، أقول عودة القضية إلى الأضواء حاليا لها عوامل وأسباب، منها استمرار النضال والجهاد المسلح، يعني منذ سلمها البريطانيون هذه المنطقة إلى إثيوبيا عام 1948، نفس العام الذي سلمت فلسطين إلى اليهود، لأنه كانت كلها من وعد بلفور من مشكاة واحد. منذ تلك التاريخ وإلى يومنا هذا لم تتوقف الحرب. فهناك 4 حركات نضالية وجهادية مرت بين الفترات والأخرى، وبالذات في السنوات 20 الأخيرة لم تتوقف المقاومة ولم تهدأ يوما. فهذا أهم عامل الذي جعل القضية في الأضواء حاليا. هناك عوامل أخرى، منها التنافس الصيني الأمريكي على الغاز الطبيعي في أوغادين، فكل واحد يريد يستحوذ هذه الكعكعة التي ليس لها معين وليس لها من يدافع عنها إلا هذه الجبهات. فهناك تنافس دولي على حساب القضية الغاز الطبيعي في أوغادين بين الصين، وليست بعيدة. حصل قريبا أنه هناك كان قبل شهور استولت إحدى الجبهات المقاومة مجموعة من الصينيين الذين كانوا ينقبون النفط في أوغادين. فمن هنا برزت التنافس الأمريكي الصيني
أحيا القضية إعلاميا. فتجد هناك هيئات حقوق الإنسان، وهناك الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قبل 4 أشهر تقرير يطالب إثيوبيا وقف ممارسات حقوق الإنسان في أوغادين. ونحن نفهم أن العامل الأساسي في هذا التوجه هو الخلاف حول الغاز الطبيعي في أوغادين. طيب يعني هل يمكن فهمه فقط من هذا المنطلق، أم أن يعني أوغادين هي جزء من تنافس كامل على القرن الإفريقي بأكمله، وأوضاع جديدة أخذت الآن تتشكل داخل القرن الإفريقي؟ لا شك من هذه الزاوية أن أوغادين جزء من القرن الإفريقي. وكيف حال القرن الإفريقي اليوم؟ هناك أحداث متلاحقة. أنا عمري تقريبا فوق 40، لم أرى مثل ما تمر به منطقة القرن الإفريقي اليوم. هناك النزاع الإثيوبي الإريتري المستمر، هناك التمزيق في السودان الحثيث من دول الغربية، هناك التوسع الإثيوبي الذي استولى على الصومال وابتلع أوغادين قبل ما يقارب قرن، هناك الانتخابات الكينية وما أفرز منها سلبي وإيجابي في المنطقة. يعني هذه هي جزء من هذه المنطقة التي يراد لها، فيما أرى وأقرأ الله أعلم، أنهم يريدون أن يكونوا قرن إفريقي غير القرن الإفريقي الذي نعرفه. يعني على أي شكل يريدون أن يكون؟ نقول وفق مصالحهم، وفق المصالح الأمريكية، وفق المصالح الغربية، وفق المصالح الإثيوبية. فعلا لن تكون حسب تخطيطهم وفق المصالح العربية والإسلامية أبدا. يعني هذه الرغبة في السيطرة على القرن الإفريقي من قبل الدول القوية أو الكبرى، إلى أي مدى يؤثر عليكم؟ هل في صالحكم؟ هل هو عامل ضد الجبهة؟ لا شك أن العالم اليوم يتحرك كل ما يسمى الثقافة العربية الإسلامية والشعوب الإسلامية والعربية. هذا نحن جزء من هذا العالم نتأثر به سلبا، بالذات في 8 سنوات الماضية، إما أنت معنا أو ضدنا. هذه السياسة تؤثر كل مسلم وعرب في العالم. شعب أوغادين شعب مسلم 100% في إفريقيا وله جذور عربية، فيدفع الضريبة عالية من هذه الزاوية نظرناها. من ناحية أخرى نستطيع أن نقول اليوم ما يجري في منطقة القرن الإفريقي يؤثرنا سلبا، لأنه أكبر ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى أو مساعد للقضية كانت الصومال. فانهيار الصومال يعني ضياع القضية، تمزيق الأمة الصومالية يعني تمزيق قضيتنا. فمن هنا نحن متأثرين ما يجري ويؤثرنا سلبا، باستثناء ما قلت هناك تنافس الصيني الأمريكي البسيط وفق مصالحهم، ربما هذا يعطينا هامش من التحرك البسيط. وهل حاولتم الاتصال بالصين مثلا؟ لا شك كل جبهة أو كل اتجاه يخدم لبلده يمر أصحابه ومن يساعده، فنرجو إن شاء الله تعالى أن نستفيد من هذه الفرصة. طيب قبل أن نغادر نقطة الدعم، تقول بأن تمزيق الصومال أتى عليكم بالسلب، ولكن هناك اتهامات من إثيوبيا تقول بأن أنتم يد إريتريا داخل إثيوبيا، وبالتالي إريتريا هي التي تدعمكم ضد الخلاف الإثيوبي الإريتري الذي ذكرته قبل قليل. أولا يعجبني أن أقول هل النضال في أوغادين بدأ بعد استقلال إريتريا؟ عام 1960 كانت ثورة نصر الله، هل كانت إريتريا؟ عام 1977 حرب المعروفة حرب أوغادين التي حررناها 95% من أراضينا، هل كانت فيها إريتريا؟ بل كانت جبهة زينا. في عام 1991 بعدما بدأنا المعارك الجديدة هذه، هل كانت إريتريا؟ هذا الكلام زي ما تقول يعني كلام له معنى له. وإثيوبيا هي تعرف حقيقة أن شعبنا وجبهاتنا المقاومة هم اللي يدورون هذه المعركة، وإريتريا أصلا ليس لنا حدود معها. حتى يعرف المشاهد ليس لنا حدود مع إريتريا أصلا، حدودنا كلها محاطة بالصومال وبإثيوبيا وجزء بسيط من كينيا. فبناء عليه هذا الكلام كلام لا أساس له من الصحة. طيب